اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أخواتي. اليوم جبت لكم المقروط تاع الكوشة بالعبر كما راهي تبين الصورة. نبدأ مباشرة. عندي 3 كيسان تاع 3 عبارات نتاع سميد متوسط، وعبر سمن ذايب وبارد، عبر فايض شوية، سمن بارد وذايب. ما بانش في الصورة اللي درته فايض، بصح انا درته ما التصويرة راحت لي. خليته يبات في دامه مع قرصة ملح، خليته يبات في دامه. غدوة من ذاك عاود حطيته في الجفنة، واستعملت مازهر مع ديكستخيت على المازهر كما بيبان في الصورة، ودرت له حقه نتاع المازهر. درت له على مراحل، كنت ندير له ونريح واحد 30، نخليه يريح واحد 30 ثانية، ونعاود نرجع ليه 30 ثانية ماشي اكثر، ما يطولش حتى عطيت له حقه تاع المازهر. لخاطر لو كان ما نديرلوش حقه تاع المازهر كي نطيبوه يولي يتفتت وحده، هذاك ما يتسماش مقروط ناجح. كما راهي تبين الصورة لايمته وطيت له حقه تاع المازهر باش يجيني شباب ويجيني طري في عبره، ما يجيش يتفتت. باش درت العقدة، درت كاس لهذا الكونتيتي، درت كاس تاع اللوز مطحون مع 2 مغارف معمرين سكر عادي. كما راكم تلاحظوا ما درتش لافاني باش نحافظوا على النكهة تاع بنة زمان، غير ما زهر وعسل يجي بزاف بنين وبزاف شباب بهذه الطريقة. درت له المازهر اللي كما تعودنا وتعودتوا معايا تشوفوا دايما نستعمل ليكستري تاع مازهر باش يجيني ريحة شابة وقوية. المازهر العادي ولا يجي ريحته ضعيفة ما تبانش. لايمت العقدة بهذا الشكل حتى نقدر نشكرها كوريات. الكوريات تاع العجينة استعملت وزنتهم، الكوريات تاع العجينة وزنتهم 55 غرام، ونتاع اللوز العقدة 15 غرام. جبت هذوما ليمول، درتهم كورت العجينة بهذا الشكل، ليستها يعني رطبتها، ومن بعد فتحتها بهذا الشكل باش ندير العقدة لداخل. يجي شكلهم بزاف شباب، عجبوني ما شاء الله. نتمنى من كل اخت تجرب المقروط تاع ليمول. حطيت العقدة داخل في قلب العجينة تاع السميد تاع المقروط، واغلقتها بهذا الشكل، ما خليتش العقدة تخرج باش ما تنحرقليش في قلب الليمول، في قلب التبسيات تاع التزيريات، وكورتها وليستها بهذا الشكل. حطيت العجينة الكورية اللي وجدت في قلب في قلب المول بلا ما ندهن، وجبت طابع تاع الوردة او اي طابع تخيريه، وطبعت هكذا بهذا الشكل. الشكل يتبدل تماما، يجي بزاف بنين المقروط. طبعا بنين بصح كي بدلت له شكله عجبهم كامل. دخلته على الفرن مدة دخلته الفرن درجة حرارة 200. طيبته كي قرب يطيب يكمل طيابه، عاود خرجته ودهنته بالناباج، ما زدت له حتى اضافه، وعاود رديته بسرعه، وكي طاب كمل طيابه وحمار بهذا الشكل. عاود خرجته ونحيته من التباسه بسهوله، يتنحى من هذوك ليمون، وغرقته في العسل بهذا الشكل. المقروط سخون والعسل بارد، العسل ما زدت له حتى اضافه. غرقته مليح في العسل، جاب بزاف شباب، جا معسل حتى للقلب وطري. نتمنى من كل اخت تجرب هذا الشكل الجديد وهذه الطريقه الجديده. هذا المقروط كما معروف تاعنا، تاع بلادنا، تاع جدادنا، ماشي انا اللي نشكر حاجه الجدود، بصح
الطريقة تاع اللي نديروه في المول اللي يجي بزاف مخالف وشباب. خليته بات في العسل، يبات ما يصرالو والو. غدوة من ذاك باش درتو في الكيسات وقدمتو بهذه الطريقة. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش الدعم، جيم واشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.